واحد الولد شاب تقريبا في بدايه الثلاثينات من العمر ديالو، ديك 32 33 سنه. هاد الولد هذا تيعيش مع موالين الدار ديالهم، تعيش مع باه وامه، عنده اختو، عنده شي خوتو مزوجين ولكن فارقين على والدين، هو الوحيد اللي بقى عايش معاهم. الدري تيخدم شيفور ديال الكاميو، تيجي مره للدار ديالهم، تزوج بواحد البنت. هذيك الدريه اللي جاب بعيده عليهم شويه، اي ماشي من المدينه ديالهم. فهاد القضيه هذه ما بغيتش نذكر المدينه، ما بغيتش نذكر المدن. علاش؟ لربما كاين مازال بعض الناس اللي تيعتقدوا بان اننا تنعيشوا في دويلات. مثلا الا قلتي لي مدينه الرباط، هو بالنسبه لي هي دوله خاصه به، ما خصكش تقول بان راه تيوقعوا فيها الجرائم وكذا، في حين اننا كلنا مغاربه. الرباط ديالنا والسطات وبرشيد وقولميم، كل هي مدينه ديالي وديالك وديال الجميع. حنا وطن في وطن واحد في المغرب. لما تتقول راه واحد الجريمه او كذا او كذا، تيبقى يقول لك ويلا صاحبي، واش كاين غير الجريمه غير في اسفي؟ واش كاين الجريمه غير في كذا؟ حنا هاد القضيه بالضبط ما بغينا شيء في هاد الجريمه بالضبط، ما بغينا شيء نظرا للخصوصيه ديالها، ما بغينا شيء نقيسوا بها شي حد. جاب هذيك البنت بعيده عليهم. هو الدري شويه مدمن خمر، تيغيب على دارهم يومين 3 ايام، تيجي النهار اللي تيجي فيه تيجي سكران. هذيك السيده اللي تزوج بها، بدايه الزواج ديالهم ما كانتش موفقه، المشاكل اليوم غدا اليوم غدا، فين ما تيجي تينهال عليه بالضرب. ونقول واحد القضيه، نفتح واحد القوس، راه الراجل اللي تيجي يسكر للدار ديالو وفاقد الوعي. انا ذكرت في واحد الحلقه كاين بعض الناس تيشرب قنينه جوج تيدخل في حاله بلا الله. هادشي اللي ماشي بلا الله، الله ما عمرو تيبلي الانسان بهاد الامور هذه، هي اختيار الانسان تيمشي ليه برجليه، تيزين ليه الشيطان ديك الطريق وتيشقها. وزلال المستوره تيغفرها الله. الانسان تيشرب تيدخل في حاله ما شاف واحد. كاين واحد النوع تيبقى تيشرب حتى كيجيبوه عباد الله عزكم الله بحال الكلب جارينو مدخلينو، مالو راه لقينا طايح، راه لقينا كذا ولقينا كذا. وانا شفت واحد الديكور غير مؤخرا، واحد خينا اش دايرين ليه، ديما سكران، ديما سكران. وداك ولاد دربهم تيشدوا فيه الوقت اللي تيسكر، تيحيدوا تياخذوا ليه ديك القنينه ديال الخمر وتيطيحوه، تيطيح حتى عزكم الله حتى كيولي كيمشي على ركابيه بحال شي كلب تابع. والله الا شفت الديكور هذا بقيت تنشوف، مني سولت قال لك لا راه تيشدوا فيه، راه ولد دربهم سكران الكاو غادي كيتمشى على ركابيه فاقد الوعي، تيتماطل ديك القنينه جارينا بحال شي كلب اللي تتجرع عليه الخبز، هو غادي تيحبوا ليه هكاك. المراه تتبغي الراجل الوقت اللي يدخل الدار ديالو، تتبغي انسان اللي تناقش معاه، اللي تهضر معاه، اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا، الى ما لا نهايه ديال الكلام. هاد السيد هذا ديما الوقت اللي تيكون خدام راه خدام، الوقت اللي تيجي للدار راه جاي سكران. هذيك السيده عيات معاه في المشاكل، تتهضر تيضربها، تيتدخلوا والديه. اليوم غدا اليوم غدا، ديك الدريه هزات حوايجها وزادت عند والديها، تا والديه تيمشيو يجيبوا ليه البنت، تا يعاود نفس المشكل. ديك المده ديال 3 سنين اللي دوزوه مع بعضياتهم دازت كحله، زواج كحل. واخ واحد النهار شنو اللي غادي يوقع؟ توفات الام ديالو، هو خدام. الدار ديالهم كيف قلت انا عايش باه امه ومرته وواحد اختو. هذيك اختو تقريبا باقا صغيره في العمر ديالها، شي 16 17 عام. الوقت اللي توفات بداو تعيطوا على العائله ديالهم، على خوتو، عنده شي خوتو مزوجين ولكن كيف قلت في مدن اخرى. جاو والسيد غيب بالكامل للصحراء تقريبا مده، عاد قال لي مودي انا راه ما يمكنش لي نجي دابا، انا راه في الكاميو عندي واحد المشكل وكذا وكذا. جاو العائله ديالو، جاو السيده الزوجه ديالو تيتصلت بعائلتها، قالت لي مودي جيو راس، راه الحماد ديالي راه توفات وراه كذا وراه كذا. وذاك النهار الوقت اللي اتصلوا به قالوا لي ودي جي راه الام ديالك راه توفات، كانت تقريبا جويش ل5 العشيه. الوقت اللي توفات الام اتصلوا به مباشره، وقال ما ودي راه ما يمكنش، انا راني عاد وصلت وراه عندي واحد المشكل في الكاميو وما عنديش كيفاش غنرجع وكذا وكذا وكذا. قال لي مودي راه حتى الغدا ان شاء الله وغادي نكون تما، طريق طويله وما عنديش كيفاش ندير. هما هذوك الناس في ديك الليله جابوا الطبيب، قلب السيده ميته موته طبيعيه،
دخلوا لواحد الغرفه وخلاوها تما، بداو الناس تيجيو تيعزيو، العائله تيستقبلوا العزايه وهذا. الغد السيد ما جاش، اي ولده شيفور ناضوا هما تكلفوا، غسلوا السيده وكفنوها وقادوها وكذا وكذا. هما غاديين غيخرجوها، غادي يهزوها في لومبيلونس باش غادي يديوها للمقبره باش يدفنوها. السيد جاي تيتصل بهم قال لهم ودي لا امي ما تخرجش من الدار تنجي تنشوفها، والو نجي نشوف الام ديالي. جا السيد بقاو تيتسناو فيه، جا الغد لي في العشيه، الوقت اللي جا قالوا لي ودي شوف الام ديالك دابا بلا ما نفتحوا الكفن وكذا. لا قال لهم والو، الام ديالي تفتحوا لي الكفن نشوفها. انا ما يمكنش ما نشوفش الام ديالي، اخر نظره واخر كذا وكذا وكذا. والام ديالو هذيك الناس جبروا بالخاطر ديالو فتحوا ذاك الكفن. هنا كانت واحد الجريمه، جريمه انسانيه، جريمه اللي ما عمرهم كانوا تيضربوا لها حسبه ولا كانوا تيتوقعوها هاد الناس هادو. جبدوا السيده كيف قلت، حيدوا لها ذاك الكفن. تيلاحظ الولد بان الام ديالو مديرين لها واحد السكوتش، وهذاك السكوتش ماشي غير سيري واحد، لا سكوتش اللي الفم ديالها كامل سكوتش كحله. قال لي ما ودي شنو هادشي هذا؟ الناس اللي معاه تما فتحوا الكفن وهذا تيشوفوا شنو هادشي ما شنو هادشي. حيدوا ديك السكوتش. شكون غسلت السيده؟ المغسله اللي جابوها. عندها كلام اخر حنا جايين ليه، شكون هي بعدا ومنين جابوها وشكون اللي جابها، هذا فيه كلام اخر وفيه بحث اخر. الوقت اللي حيدوا داك السكوتش على الفم ديال السيده، شنو لقاو في الفم ديالها؟ لقاو اعزكم الله سحر، طلاسم وشي امور تمايا، شي شعر وشي طرف ديال الثوب صغير. ولقاو واحد صوره كبيره، صوره هذيك اللي كنمشيو تنتصور عند المصور تعطينا 8 صغار وحده كبيره. هذيك الكبيره شادينها تناوها، بقاو تيتنيو فيها ولات صغيره الحجم. مشاو في الفم ديال السيده، وباش غادي يسدوا الفم ديالها بقاو تيسكوتشيو بالسكوتش كحله. شكون اللي شاف هادشي؟ شي واحد ما شاف. السيد قال لي ما ودي شنو هادشي اللي دايرين الام ديالي؟ هذيك التصويره ديال من؟ سؤال. هذيك الصوره كانت ديال السيد، ديال الشيفون، ديال الدري اللي جا قال لي بغيت نشوف الام ديالي. تصويرته. السيد قال لي ما ودي لا، خصنا نخبروا الناس ديال دارك. بالفعل الوقت اللي تخبروا الجدرميه انتقلوا حلوا مباشره بعين المكان. قال لك اودي راه هاد السيده تيقولوا ولادها هذه الام ديالنا توفات البارح. جا الطبيب قلب السيده بان الوفاه ديالها طبيعيه. قال لك اودي دخلنا لواحد الغرفه، وهاد الهضره اللي ذكرنا كامله تنذكروا الناس ديال جات على المسامع ديال الناس ديال دارك. قال لك اودي اليوم راه جابوا السيده اللي تكلفت بالتغسيل ديالها وبالتكفين وبكذا وبكذا وبكذا، غادي مخرجينا. اتصل بهم ولدها قال لي ودي انا راني جاي، راني وصلت للمنطقه الفلانيه، بقات لي تقريبا شي ساعه ونص ديال الوقت ونوصل. قال لهم لا الام ديالي ما تدفنوهاش، ما تخرجوش من الدار تنجي. مون لومبيلونس تيتسنى حتى جا الولد. قال لك اودي راه انت الوقيته اللي زولنا عليها الكفن، حنا شنو لقينا في الفم ديالها. الجدرميه تيشوفوا قال لهم ودي هاد الصوره ديال من؟ الشيفور. قال لك ودي هاد الصوره ديالي، هاد السيده اش كتجيك الام ديالي وهاد الصوره ديالي. اذا هذاك السحر مرتبط به، هو فين نديرو في الفم ديال السيده. قال لك ودي ها السكوتش باش كانوا مسكوتشي ليه الفم ديالها، مقوين سكوتش مكثرين بزاف بالسيده الفم ديالها ربما باش شوف هما شنو قال لهم راسهم. اذا اللي داير السحر ديروا لك انت في الفم ديال الام ديالك. شكون ما شكون؟ قال لك اودي ما عرفتش. هاد الصوره هذه فين كانت؟ قال لك اودي عندي في الغرفه النوم ديالي. اراني نسيدي مرتك السيده اللي غسلات وحلوفها تما. وقع واحد المشكل كبير، لان الزوجه ديالو اي الزوجه ديال الشيفور الوقت اللي توفات السيده اتصلت بوالديها، اتصلت بامها واختها، وجاو شي عائله من طرف الام ديالها وهذا جاو تما. العائله ديال الولد تيقول لك اودي راه اللي غسل هي واحد السيده جات مع العائله ديال الزوجه ديال الشيفور. هما قال لك اودي لا هذيك السيده ما جاتش معانا، قال لك هذيك السيده ما تنعرفوهاش. ولكن الناس اللي حاضرين تما قال لك اودي لا راه السيده اللي غسلات كانت جالسه مع شي عيالات، وقالت لي ودي انا راني من عائله فلانه وراه مشات فحالها وراه الاسم ديالها فلانه، قالت لي من السميه ديالها. قال لك اودي لا راه من عائلتها راه جات معاهم.
بعض النساء تما وبعض الناس تيقولوا هضره، والعائله ديال زوجة الشيفور تيقولوا هضره. ناس يقول لك لا رجعوا معاهم، بدليل ان ام زوجة الشيفور قالت لهم راه قالوا خصنا شي وحده تغسل ما كذا ما كذا، قالت لهم وديها هي السيده راه تتغسل الناس وراه قاريه القران وكذا وكذا وكذا، وهي اللي كلفوها. البحث اللي داروا الناس ديال دارك تما قال لهم ودي شكون اللي كان تيغسل السيده، قال لك ودي هي، ورفضات اي واحد يدخل عندها، واللي كان تيدخل عندها قال لك ودي راه هي فلانه الام ديال زوجة الشيفور. شو وقع؟ هذاك بوت البنت اي اب زوجة الشيفور جا تما بالطوموبيل ديالو، شي واحد قال الجدرمي قال ما ودي راه هاد السيد هذا راه حتى دارت الهضره بان راه لقاو السحر من السيده وحيدوا لها داك الكفن على وجهها، قال لك هذا هي ما غبرات ما بقاتش بانت لان ما لقاوهاش تما، فين هي ما فينا. شي واحد قال لي ما ودي راه مشات مع فلان، هذاك السيد حضر تما جا شنو كاين ما كاين، قالوا لي ودي راه السيده لقاو في الفم ديالها شي سحر وراه عيطوا للجدرميه. شي واحد قال الجدرمي قال ما ودي راه ديك السيده مشات معاه ركبت معاه في الطوموبيل اللي كنتو تتسولوا عليها كانت لابسه جلابه كحله وكذا وكذا وكذا، قال لك هي فعلا فلانه، ذكر نفس الاسم اللي ذكروا بعض الناس، قال لك ودي السيده المغسله كانت جالسه مع بعض العيالات وقالت لهم انا راه من عائله فلانه وراه الاسم ديالي فلانه، قال لك فعلا هذيك السيده من العائله ديالنا. شتا تجي قال لك نسيبتي شنو بالضبط، قال لك راه اخت الزوجه ديالي اي خالت زوجة الشيفور. ايوا فين هي، قال لك اودي راه اتصل بها شي حد من العائله ديالها وقالت لي فلان على الاقل ما كنتيش غادي توصلني، على الاقل زيدني غير الطريق الرئيسيه ناخذ طاكسي ونمشي. قال لك راني زيدت مشى خذ الطاكسي ومشات. وقتاش هادشي قال لك راه ماشي بزاف غير دابا تا سمعت واش كنتي حاضر انت هنا الوقت اللي جا الولد؟ قال لك اودي كنت حاضر ولكن الوقت اللي لقاو السحر وهاد الهضره هادي، قال لك اودي انا راه ديك الساعه زيت ومشيت. واخا قالوا لي هاد السيده توصلوا لها، اذا بانت هنا بدات كتبان الامور بشكل واضح. الصوره ديال من؟ الصوره هي ديال ابن السيده اللي ماتت. منين جات هذيك الصوره قال لك اودي عندي في غرفه النوم ديالي. توصل هذيك السيده المغسله تلقى القبض هنا على الزوجه ديال الشيفور، وتلقى القبض على الام ديالها، وتلقى القبض على ديك السيده المغسله. مشاو وجابوها، قالت لك اودي فعلا انا هاد السيده اختي ومرت هذاك الشيفور راها بنت اختي. قالت لك اودي انا راه غنقول لكم اللي كاين. تتقول بحسب الهضره ديالها المغسله، قالت لك اودي انا عايشه مع اختي، قلت لك انا كنت عايشه مع الوالدين ديالي الوقت اللي توفاو وحنا كنا غير كارين، جيت سكنت مع اختي وراجلها ووليداتها وبنياتها. تتقول انا مزوجه وكنت مزوجه عندي جوج ديال الوليدات وطلقت مده هذه مده طويله باش طلقت، رجعت تسكن مع والديها الوقت اللي توفى والديها. قالت لك اودي راه جيت سكنت مع الاخت ديالي. قالت لك اودي انا هاد بنت اختي مره تيضربها راجلها، تتجي تتغضب، تدوز مده تيجيو والدي راجلها تيردوا الدريه اليوم غدا اليوم غدا. ديك 3 سنين كيف قلت دازت كحله عليهم، ديك الدريه ديما جايه مضروبه ديما، وعائله الزوج ديالها تيجيو تيردوها تيطلبوهم ويرغبوهم وكذا وكذا. هاد الخاله قالت لك اودي راه امها ناضت تتقلب على شي وحده تيسحروا تيقادوا هاد الشيء هذا. قالت لكم مشاو حتى للمدينه الفلانيه، مشاو لمدينه بعيده عليهم، شي وحده تيعرفوها تما هي اللي صوبت لهم هاد الشيء هذا. قالت لهم جيبوا لي التصويره وجيبوا لي كذا وطرف الثوب والتخربيق ديالهم، وداروا داك الشيء اللي داروا. هادشي قبل ما تموت السيده، او بقاو شادين داك السحر. قالت لك اودي راه فين درناه، داروا هما ساكنين في الباديه علقوه في شي شجره وخلاوه. هي السيده اللي عطاتهم هذا الشيء بحسب ما تقول لي، قالت لك اودي قالت لي هنا الا قدرتوا ديروه في فم الميت. قالت لك حنا ما قدرناش. الوقت اللي جات الفرصه سمعوا بان السيده راه ماتت ما ماتت، دوروا الهضره بيناتهم. قالت لها علاش لي ما نديروش وعلاش كذا، وهما تما ما كيعرفوا حد، ناس من عازلين في الباديه وهذا. قالت لها انت اللي غادا تغسليها وانت اللي غادا ديري. قالت لها المهم ما نفلتوش هذه الفرصه هذه الام ديال البنت.
هذه الخاله تتقول هذا الكلام، وتتقول بان الام ديال البنت اقترحت عليها، قالت لها انت اللي غادا تغسلي وانت اللي غادا تكلفي وانت اللي هذا. قالت لكم بالفعل مشيت معاهم، وقت اللي اتصلت بينا البنت قالت لنا جيو راه حماتي ماتت وهذا، قالت لك حنا انتقلنا لعندهم. هما تما الوقت اللي بقاو تيقلبوا على المغسله، قالت لهم السيده اي ام البنت، قالت لهم ودي كاينه ها هي موجوده، اي ان زوجة شيفور في اخبارها بالسحر، لان هي اللي جابت لهم التصويره وهي اللي جابت لهم الطرف ديال الثوب في راسها. هادشي هاد الامور هذه كلها في راسها. الوقت اللي كيف قلت انا بداو تيقلبوا على الغساله، شكون اللي غتغسل السيده، شكون اللي غتكلف بالتكفين ديالها، شكون كذا شكون كذا. قالت لهم انا السيده، ودخلوا لواحد الغرفه وبقات تتغسلها وما خلات حتى شي حد. رفضت رفض تام، قالت لي ودي بلا ما يدخل عندي حتى شي حد. وشكون اللي بقات تدخل عندها؟ بقات تدخل عندها الزوجه ديال الشيفور، امها، هما ثلاثه اللي مكلفين. قالت لها صوبي قادي داك الشيء، ما غيدخل حتى شي حد، نكفنوا السيده نخرجوها ومريضنا ما عنده باس. شو وقع؟ هما الوقت اللي بغاو يخرجوا السيده تا داروها في داك الصندوق ديالها وغيهزوا السيده في لومبيلونس باش يديوها للمقبره يدفنوها. اتصل بهم الاخر قال لهم ودي لا، قال لهم مي راه واخا دفنوها غنجي غنجبدها من القبر ديالها. هما الوقت اللي سمعوا هاد الهضره هادي، اختها اي ام زوجة الشيفور قالت لها سيري في حالك، قالت لها ما تتعرفينا ما تنعرفوك، عرفوا راسهم غادي يحصلوا. قالوا اش غنديروا؟ نقولوا هذيك السيده ما تنعرفوش ولو حنا كنا جالسين معاها وكذا وكذا وكذا، نقولوا مثلا، لان بقى عندهم اخر حل. صافي ما بقاش شنو هما غادي يحلوا الكفن، ما يمكنش. الجثه ولات في الصندوق، ولات عند جالس حاطين عند الرجاله، صافي وحلو، ما بقاش عندهم شي حل يديروه. قالت لها سيري في حالك. هي فين طلبت السيد، طلبت راجل اختها، قالت لي وصلني فلان، راه عندي شي غراض وراه كذا وراه كذا وراه كذا. بالفعل سلتت وزادت في حالها. قالت لك ودي انا ما دايره حتى شي حاجه، انا اختي اللي زيدتني، اختي وبنتها هما اللي زيدوني لهذا المشكل هذا. اختها اعترفت تما، قالت لك ودي فعلا هذاك السحر ما بحسب الهضره ديالهم، قال لك ودي راه ماشي ديال الاذى وانما ديال كذا وديال كذا، ولكن تعتبر سحر، تعتبر داخل فعل الشعوذه. بنتها اللي عطات الصوره واللي جاب الطرف ديال الثوب، وجابوا السيده، طلعوا الناس ديال درجه المدينه الفلانيه بعد الاخبار الفوري ديال النيابه العامه. قالت لهم ودي الاطراف اللي متورطه في هذه القضيه هذه كلهم تجمعوهم في مسطره واحده. طلعوا جابوا السيده معروفه بالشعوذه، المهنه اللي تدير الحرفه اللي تدير هي هذه. بل اكثر من ذلك نقول واحد القضيه على هاد الناس هادو. شفت واحد الروبورتاج على القناه الاولى، داك الروبورتاج اللي شفت وكانني لو كان قال لي شي حد هاد الهضره هادي بلا ما نشوف هذاك الروبورتاج الصحفي وكذا وكذا ما نصدقش. في المدينه لا اذكر الاسم ديالها، يمكن ترجعوا الروبورتاج، ما بغيتش نذكر المدينه اللي نقترنوا بهذا الفعل هذا. لا رجعتوا البرنامج ديال 45 دقيقه الشعوذه وكذا وكذا، راه ربما غادي تاخذوا التفاصيل كامله على هذا الموضوع. مدينه كاين سوق خاص بهذا الشيء هذا، نساء تيديروا البرارك ديالهم، معروف اي بالعلالي، كيف تنقولوا حنا بالدارجه بالعلالي، لا حاسب ولا رقيب في الارض، كان الدنيا مسيبه. غريب بحال هاد الامور هذه، كيف يعقل ان الناس الصحافه تيسيقوا الخبار تيسلطوا الضوء على بحال هاد الامور اعلاميا، والناس في السلطات المحليه اللي ربما كان خاصها تفطن هاد الامور قبل اي، فين الدور ديال الاجهزه الاستخباراتيه والدور ديال لا ار جي والدور ديال الشيخ المقدم والدور ولا شنو؟ سوق ديال البريرك معروف خاص، يعني كانك كتمشي للرحبه تلقى الرحبه ديال الزرع، الرحبه ديال الغنم، الرحبه ديال البهايم، الرحبه ديال الدجاج، الرحبه ديال حتى هما عندهم الرحبه ديالهم خاصه بهم، كلشي تعرف. وما كاينش الدور الزجري في هذه القضيه، علاش؟ الله اعلم. طلعوا الناس ديال الدرك لنفس المنطقه، جابوا السيده قالت لك اودي انا هادشي باش تنعيش السحر والشعوذه. وما قال لك اودي تيبرروا، قال لك اودي هذاك ما السحر ما والو، انما السيد تيضرب مرتو، راه شوفوا ما شنو بغاو يديروا باش السيد ما يولي عامل مرتو مزيان ويعاملها كذا ويعاملها كذا. راه جابوا التصويره ديالو الطرف ديال الثوب وجابوا شي امور وخلطهم هنا وخلطهم هنا. قالت لك اودي راه انا ما قلتش لهم هاد الهضره، هما تيقول لك لا هي نصحتنا قالت لهم ديروا في فم الميت، لا قدرتوا ما قدرتوش علقوه في شي شجره،
وما علقوه في شجره. والوقت اللي ساقوا الاخبار البنت قالت لها لا هذه هي الفرصه يلا معانا. دات مع اختها قالت لها انت اللي غتكلفي انت اللي تغسلي. قالت لها دوك الناس راه ساكنين غير ما حداهم لا سكان لا والو ما تعرفوا محدوا الناس على قد الحال الوعي ديالهم. قالت لها انت اللي غادا تقولي بلنا راك غساله وهذا. وهي تما الوقت اللي كانوا كيقولوا شكون يغسل ما قالت لي ما هي كاينه السيده. قالت لي ما تغسلها وراه قاريه القران وهذا وهذا وداروا الفعل ديالهم وخدموا خدمتهم بخاطرهم بكل اريحيه. ولكن الله يمهل ولا يهمل. تقدموا هاد الناس هادو للعداله بما في ذلك الزوجه لان فعل شنيع. بحال هاد الامور هادي ما فيها لا تنازل. شكون غادي يتنازل لك واحد الانسان الام ديالو ميت وانت هاز تصويرته والسحر وخاشي داك عزكم الله داك الويل في الفم ديال السيده. فين الوقار ديال الميت؟ فين الرحمه؟ فين الانسانيه اللي تجرد منها الانسان؟ هادشي هادي وحده من بزاف ديال الامور. هذه وحده ربما من الامور الصغيره اللي تتوقع في هذا العالم ديال الشعوذه. راه اعزكم الله الميت تيقطعوا ليه اليد ديالو تيجبدوه من قبره تيقطعوا ليه يدو. واش هاد الناس هذه غتجيهم صعيبه ديال انه يحط السحر في الفم ديال الميت؟ بالنسبه لي هذا اسهل ما يكون. كيف قلت تقدمت العداله السيده اللي قامت بالسحر، السيده المغسله والام ديال زوجة الشيفور اللي بالدور ديالو هو الضحيه في القضيه هذه كلها، ومرتهم. 4 ديال النساء، نساء من قلوبهم من الحجر. تقدموا هاد الناس هادو للعدل. مع الاسف ما عندي شيء الاحكام ديالهم. كاين شنو المستفاد متابعينا الكرام؟ الموت علينا حق والدنيا زائله لا محاله. كل شيء غادي يموت، ولا بد غادي يموت فرد من افراد العائله ديالي، ولا بد ما غنموت انا، ولا بد ما غتموت انت، ولا بد ما غتموتي انت، ولا بد ما غيموت فرد من افراد الاسره ديالك. اللهم ان كان انطلاقا من هاد القصه هذه ومن هاد ناخذوا العبره وناخذوا الدرس. كاين الناس اللي تيجيو شي حد تيغسل ما تيوقفوا تيقول لي ما ودي لا خليوني غير بوحدي انا غادي نتكلف، ولا خليو معايا فلان علاش اسيدي؟ ولا بد واحد من افراد هذاك الشخص اللي مات يكون حاضر، من الابناء ديالو ولا من الخوت ديالو ولا من اقرب المقربين، يكون حاضر على عمليه التغسيل ديال الجثه والتكفين ديالها. كيف يعقل ان الام ديالكم ثم عصابه ديال عباد الله، عصابه ديال الابناء ديالها، ولو وحده من بناتها خلات تشوف الام ديالها وتساعد وتعاون وتوقف وتشوف شنو اللي كاين؟ وقف على شغلك. هذه من جهه. نقول واحد القضيه، واحد المثال كنا تنسمعوه حنا صغار، تيقول لك مراه الحلاحه غلبات مراه سحاره. مراه تتلقى تضرب راجلها اليوم غدا تتلاقى مع شي وحده كتقول لها اختي راه عييت راجلي دار ليا فعل ليا ما تندير ليه والو كذا كتقول لها تخينا عندك خاصو شي ضربه. كيفاش ضربه؟ ديك الهضره ديال حركي ليه المجامر. كاين واحد السيد غنمشيو عنده كذا حتى كتزيد حتى كتدخلها لذاك العالم. نهار الراجل تيسق الخبار تيطلقها. هي باغا تصلح الامور مع راجلها، هي ولات مشت حتى داك الشمل اللي ديك العائله كلها. كيف يعقل على ان واحد الانسان غيبقى عايش معاك وانت انسان ساحر مشعوذ؟ واش هذا الانسان باقي غادي ياكل معاك؟ كيفاش يدير هذا الانسان يطيق ياكل من يدك؟ كيفاش؟ ما لا يعقل، من سابع المستحيلات. بالنسبه لي انت انسان متربص مجرم، انت باغي تاديه، انت باغي توكلو، انت باغي دير لي، انت باغي. اللهم ان كانت كيف تيقولوا ذاك المثل ديال المراه الحلاحه غلبات مراه سحاره. نقول واحد الكلمه رغم انه ما داخله شيء في المحتوى ديالنا، التركيبه ديال الراجل. نقول واحد الانسان تيبغي العناد ديال الرجل اقوى بالالاف المرات من العناد ديال المراه. الا كانت المراه عنيده الراجل ما تيكونش عنيد، ولكن كثرة ما اليوم تتكون هي عنيده معاه وكذا وتتصرف معه واحد التصرف غريب عليه بالنسبه ليه، هو تيضرو نفسي في النفسيه ديالو ولا تيحطم الكرامه ديالو. واحد الوقيته تيتحول واحد الانسان عنيد. وانا احذر الزوجات من العناد ديال الرجل. راه الرجل الا مشى تدخل في ديك المتى ديال العناد والله لا ينتهي، والله لا ينتهي. بالنسبه لي دخل واحد الحرب وبالنسبه ليه يلحط سلاحه فهو المهزوم.
تيبقى عنيد حتى كيتشتت الشمل ديال هذيك العائله. الراجل تيصبر تيصبر تيصبر، ولكن كتجي واحد الوقت، انا ماشي تنقول هذا الراجل لا كان تيضرب مرته، لا هما هذه الهضره ديالهم، واش كان تيضربها ولا ما، هما تيقول لك اودي لا حنا درنا هادشي حيت كان تيضرب مرته، ويعلم الله واش هذاك فعلا سحر داروه على النيه ديالهم باش ياديوه ولا غير باش يصلحوا الامور بيناتهم، الله اعلم. الناس ديال الدار ما يمكنش يبقاو يبحثوا في التفاصيل هذه. بالنسبه لهم السحر عفوا، والقانون يعتبره سحر وشعوذه، وبالتالي كيخص القانون الجنائي راه كيعاقب على هذه الامور هذه. كيف تيقولوا راه مراه الحلاحه غلبات مراه سحاره، بالليونه واليوم عليا غدا عليك. الصبر راه تيكون على جوج ديال الناس، الصبر تيكون على جوج ديال الناس، ما عمرو تيكون الصبر على واحد. الا كان الصبر على واحد راه واحد النهار هذاك الانسان راه الصبر لحدود، واحد النهار غادي يعيا من الداخل ديالو نفسيا وجسديا، وغادي يترهق وغادي يحط سلاحه، وغادي هذيك العائله وديك الاسره غتذوب، ستنصهر. الله يحسن العوان، حنا بشر كتجي شي اوقات تنكونوا شويه مزاجيين، ضغط العمل، ضغط الخدمه، الاولاد، المصروف، كذا. الله يحسن العوان. الراجل راه لما تيدخل الدار وتتشوفوا مرته في ديك الحاله او كذا او كذا، راه تتاثر هي داخليا، ما تعجبهاش الحال. السيد يدخل هكاك، كتقول هذا عنده شي مشكل، هو تيقول راه ما عندي حتى مشكل، كيوليو في المشكل. كذلك الزوجه بعض المرات تغيرات هرمونيه زيد من عندك تتكون ليه في واحد الحاله، الراجل ما تيفهمهاش، تيولي تيقول لا انت مخبيه شي حاجه، لا انت كذا، لا انت كذا، كيوليو كيسرحوا في ذاك الموضوع، تيولي يقول لها اري نقلب التليفون، اري نشوف، اري كبروا ذاك المشكل. هي تتولي تقول لي لا انت ما تثقش فيها، اما ذاك المشكل وقعت واحد الحجره بيناتهم. ديك الحجره ما غاداش تكسر الا بتكسير ديك الاسره والتشتيت ديالها. اللهم ان كان الانسان الصبر عليا والصبر عليك. السيده ما عجبهاش كاع الحال، شافت بانه كاين مشكل يحول دون امتداد واستمرار ديك العلاقه، طلب سيدي الطلاق. وانا راه دائما انا ما عمري كنت ضد الطلاق، بالعكس انا مع الطلاق. الطلاق اهون من الخيانه، واهون من الغدر، واهون من بحال هاد الامور هذه اللي ذكرنا اليوم. نفضل اطلق منه، تقول سيدي طلقني الله يعاونك، على انها تمشي دير السحر وتوصل لهاد المصيبه هذه اللي تجردت هي ومن معها من الانسانيه ديالهم. الطلاق في هذه الحاله جميل جدا واحسن اختيار، لا الرجل ولا المراه. نقول واحد القضيه، الله تعالى تيقول وما جئتم به من سحر فإن الله سيبطله لا محالة. صدق الله العظيم في قوله. شوف هاد الناس هادو مشاو داروا داك السحر، شوف وقتاش شحال ديال الوقت فين هما حطوه، شحال ديال الوقت، وشوف كيفاش غادي الله تعالى يبطل هاد السحر هذا. لأن فعلا السحر راه حق والعين حق، ويجب علينا أن نؤمن بأنه حق. من الإيمان بالله تعالى نؤمن بأن السحر حق والعين حق، ولكن ما نتعمقوش في هذه المواضيع ونعيشوا معها، وبأنه غيأثر وغيدير. شحال من واحد ما أثرش فيه السحر، أثر فيه الاعتقاد ديالو، دخل في ديك المتاهه ديال السحر، ولا تا هو تيجري وخايف وكذا، وعندك يديروا لي هادشي هذا مرضو في الحياة ديالو. السحر تلقاه ما يدير ليه حتى شي حاجة، بطلوا الله تعالى. وما جئتم من سحر فإن الله سيبطله. وما ناضوا لما سمعوا السيده راه ماتت قالوا راه شنو ندير، راه الخطه كانت هي سبب الفضيحه والشوهه ديالهم. الزوج اي الاب ديال البنت اللي ما تورطات في هذا المشكل، سيد ما في خبار والو، قال لك اودي انا هادشي الا كانت متورطه بنتي ومرتي والنسيبه ديالي في هادشي، قال لك انا راه ما في العلم شيء ديالي. السيد ما في خباروش بان مرته راه سحاره عايشه معاه، كيفاش تستمر هذه العلاقه من بعد؟ كيف ذكرت انا، ما يمكنش تعيش مع واحد الانسان تعرفي بانه انسان يؤذي النفس ديالو، اماره بالسوء. تقول لي لا حق لا راه ماشي سحر هذاك اللي تيأذي وكذا، لا شعوذه ممكن دير اي حاجه، مادام تمشي عند هذوك الناس وتتامن بهذه الطريق وهذه وشاق هذه الطريق، ما عندك ما دير ما عندك ما دير حدايا وما عندي ما ندير حداك. الله يعاونك سيدي. حتى ولو كلفك الامر والطلاق، لا المراه ولا الرجل، لان السحر راه ماشي حكران على المراه هي اللي تتسحر، راه الرجاله تما ولاو تيمشيو لهاد الطريق هذه.
ها اللي واخد شي منصب راه تا هو شاق الطريق، راه تيجي عند الشوافات ويجي عند كذا باش يستمر في العمل ديالو وباش يلقى واحد القبول وواحد الاستحسان من طرف الرؤساء ديالو كذا. ها اللي تيسحل لشي وحده، ها اللي كذا، تا الرجاله تا هما وما اكثرهم اليوم. شفت في ذاك الروبورتاج ماشي غير النساء اللي تيجيو، تا رجال، تا رجال تيجي لما جاي تيسحل الانسانه باغيها في حياته. نقول واحد القضيه، راه اللي ما يجيب محبه ما تجيبو حزارق كيف تيقولوا. اللي ما يبغيكش طواعسيا من نفسيه وعن طيب خاطر، هذا راه واخا تمشي ليه المعرض فين، ما بغاكش نزع الله تعالى من قلبه الحب ديالو ليك صافي. لان شنو دوك العلاقات؟ الحب هو واحد الخصله ربانيه، واحد الاحساس رباني تيزرع الله تعالى في القلوب الصفيه النقيه. الارواح تتحب بعضها، تيزرع الله الحب في القلوب ديال دوك الطرفين. اما بهاد الامور هذه ما تتصلحش، ما عمر كانت تتصلح الامور ابدا ونهائيا. الطريقه هذه غير تزيد تتشبل، وممكن اقرب الناس ليك يفعلوا فيك هذه الحاله هذه. ولان اذكره بجريمه سردنا في بدايه المشوار ديالنا في هذه القناه في مدينه برشيد. سيده موظفه والزميله ديالها كذلك، وديك هذيك العلاقه اللي كانت بيناتهم ديك تحولت لواحد التقارب اسري. هذيك الموظفه مزوجه بولادها، وهذيك الصديقه ديالها خدامه معاها كذلك موظفه، ولاو تيجيو تيتبادلوا الزيارات العائليه. هذيك ولات تتعرف على راجلها وراجلها تتعرف على هذا، ولاو هذيك تجي عندها تيجي عندها. وحده منهم راجلها لاباس عليه، ناس ساكنين في فيلا، ساكنين في واحد لوندروا اللي ممتاز وكذا، الاخرى راجلها على قد الحال. هذيك تيصرف على راجلها، تجي الخدمه لابسه مزيان وهذا، الاخرى تجي على قد الحال. تتشوف بان صاحبتها تتلقى واحد القبول، واحد الاستحسان طرف الزميلات وباقي العمال معهم في ذاك الورش ولا في ذاك العمل. الاخرى تتشوف بانها مقسيه الى حد ما، بدا تيتسرب ليها الحسد والغيره. اش دارت؟ دبرت على شي وحده، قالت لها غديري راسك تتسعاي، قالت لها غادا تمشي للمنطقه الفلانيه وتصوني عليهم وتهضري معاهم في التليفون. اختارت النهار اللي تيكونوا ما خدامينش فيه باش السيده تكون تما عارفاها انسانه، عارفه صاحبتها انسانه كريمه وانسانه تتصدق، وعارفاها تتبغي الخير، عارفاها انسانه حنينه. استغلات هذه النقطه هذه، قالت لها غديري راسك غادا وغتصون على فلان تليفون وغتجاوبك، ولا اختي راه عندك شي حوايج جات، شي ملابس، راني ما عنديش لا انا ولا بنياتي ولا كذا، اللي عطيتيني. قالت لها سيرتو انا راه ما عندي ما نلبس. السيده جمعت شي ملابس باليه تما عبطت لها عطاتها لها، نسات الامور. واحد النهار ولد هاد السيده هذه دري تيخرج هو وصحابو تيجريو في شي غابه وكذا وكذا، شنو تيلقاو؟ عزكم الله تيلقاو واحد الكلبه، هذيك الكلبه ميته، وديك الطريقه باش ميته مقتوله، ماشي ماتت موته طبيعيه. مبهدلين هذيك الكلبه. واش ملبسينها شي ملابس الدري، شايفين دوك الملابس ديال الام ديالو. هضر مع صحابو قال لي ما ودي راه شنو كاين، ولقاو شي ملابس مرميين غير تما. تاكد الولد بان هاد الملابس ديال الام ديالو. عيط لمو قال له ودي جي عندي انا في المنطقه الفلانيه. السيده هزات في ذاك العشيه ديال السبت ما خداماش، هزات الطوموبيل جات عنده، قال له هاد الملابس واش ديالك؟ قالت لي راه ديالي فعلا. قال له واش جوتي ديروا هنا؟ قالت لي ودي راه مده هذه تقريبا راه شي اسبوع وربما اكثر، راه جات واحد السيده، راه شنو اللي كاين. قال له واش عاقل عليها؟ قالت لي ما تنعرفهاش، جات مره واحده وما عمرها جات من قبل وما عاودش شي جات من بعد. قالت لي راه طلبتني، قالت لي راه ما عندي ما نلبس، راني هبطت لها دوك هاد الحوايج جات هادو، راني عطيتها اكثر من هاد الشيء هذا. ودورت معاه عطاتها شي بركه ديال الفلوس وزادت في حالها. كاين شكون هي السيده؟ خبرات الزوج ديالها ودخل البوليس على الخط في هاد القضيه هذه. ديك الكلبه ميته بديك الطريقه. ونقول واحد الكلمه، راه اللي تيقتل الحيوانات راه غلط. هذا كيحسب لي بنادم بين القانون الجنائي راه تيعاقب غير الناس اللي تقتل انسان. قتل انسان ممكن تعذب حيوان، راه كاين، راه غتنال الجزاء وتنال العقاب ديالك. سيرتو السيده قالت لك ودي هاد الملابس راه ديالي، بمعنى هذيك السيده اللي جات مصيفطه شي حد اللي ملبس هذوك الكلبه هكاك وقالت لنا بديك الطريقه. شي مره السيده دازت مده ويتشوفها في واحد السطوب، السيده تتسعى
عيطات لراجلها قالت لي ودي السيده اللي كذا، قال لها خليك تما انا جاي. جابوا البوليس لقاو على القبض. وقت اللي جابوها قالت لك اودي راه اللي صيفطتني راه هي فلانه صاحبتك اللي خدامه معاك واللي كذا واللي كذا، هي اللي صيفطتني عندك. دورت معايا وكلفتني وهذا، وقالت لها انا ما عندي حتى شي علاقه بديك الكلبه اللي لقيتو ميته، انا ما في خباريش هادشي. قالت لي غادا تجيبي لي ملابس ديالها وكذا وكذا، غادا ندور معاك وما شتيني ما شفتك. وهو جابوها واجوها معاها، والناس ديال الشرطه نصبوا واحد الكمين، قال له وديها تهضري معاها بينك وبينها، قول لها داك النهار راك ما تهليتيش فيا وانا جبت لك الحويجات ديالها وانا مستعده دابا لا بغيتيني كاع نرجع عندها. الاخرى قالت لها لا صافي داك الغرض تقضى، انا مازال غندور معاك، غير صبري عليا راه بقى متخر. تبتوا على الحجه، يعني السيده هي اللي بسيطه فعلا تقدمت للعداله. ممكن كيف قلت اقرب الناس ليك. نتمنى متابعينا الكرام ان هذه الرساله هذه تكون وصلت. كانت المسطره لحلقه اليوم. اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.